السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريستيانو رونالدو متهم ب4 جرائم وريال مدريد يرفض التعليق. أشارت النيابة في بلاغها المقدم ضد كريستيانو رونالدو للمحكمة المختصة أن البرتغالي متهم ب4 جرائم ارتكبها بين عامي 2011 و2014 وتمثل تهربا ضريبيا بقيمة إجمالي قدره 14 مليون و768 ألف يورو. وأوضحت النيابة التي ذكرت في دعوتها بحكم المحكمة العليا الصادرة ضد مهاجم برشلونة ميسي أن كريستيانو رونالدو استغل شركة تأسست في عام 2010 كي يخفي الدخل الذي حققه في إسبانيا نظير حقوق تسويق صورته، وهو ما يعني عدم التزامه بشكل طوعي ومتعمد بواجباته الضريبية في إسبانيا. وقال الادعاء العام أن كريستيانو رونالدو تهرب من سلطات الضرائب بمبلغ 1.4 مليون يورو في 2011 و1.7 مليون يورو في 2012 و3.2 مليون يورو في 2013 و8.5 مليون يورو في 2014. وأضاف البيان أن كريستيانو رونالدو أصبح مقيما في إسبانيا ويدفع الضرائب بداية من يناير كانون الثاني 2010، وتعهد في نوفمبر تشرين الثاني 2011 باتباع النظام الضرائب الذي ينطبق على الأجانب العاملين في إسبانيا. الخبر الثاني والأخير: غضب في شوارع كاتالونيا بسبب سعر فيرات المرتفع. قضية هذه الأيام أن نادي برشلونة يبذل قصارى جهده للتعاقد مع خط وسط قوي ليواجه في الموسم القادم، والصفقة هي فيراتي نجم باريس سان جيرمان. وظهر غضب في شوارع كاتالونيا من مشجعي المدينة وهاجموا فيها المدير الرياضي للنادي روبرت فرنانديز على السعر 100 مليون يورو، ويقولون أنه لا يستحق هذا السعر المرتفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.